العيد إن شاء الله تكونوا بألف ألف ألف مليون 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 خير. كل عام وأنتم كل متابعين، كل عام وأنتم بألف ألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. وإن شاء الله إن هذا العيد قضيتوه بسعادة. قولوا لنا كيف قضيتوا هذا العيد؟ في البيت مثلنا ولا خرجتم وانبسطتم؟ أنت يا يوسف كيف قضيت العيد؟ عيد حال الصراحة، فوق التليفون بدون مدرسة بدون تعب. المهم يا جماعة غبنا عليكم فترة. ما نخرف. المهم عادي مش مشكلة، غبنا عليكم يا جماعة فترة لأنه يوسف كان معه اختبارات في المدرسة، واختبارات يوسف تتعبنا كلنا. ليش يا جماعة تتعبنا كلنا؟ مادتين في اليوم. مش على هذا، معه مراجعات تبع المدرسين. طبعا يوسف ما بياخذ دروس خصوصي، بس في المراجعات قمنا بنخليه يحضرهن مع المدرسين. فالمراجعات حقه احنا بنروح نوصله وبنجلس مريع له فين؟ في الشارع. تعبنا معه. فطول فترة الاختبار حقه كان في مراجعات. المراجعات هذه بيسووها قبل الاختبار بيوم بيومين، مش هذا ليش. المهم فبصراحة عسكرنا عسكرة مع يوسف، غير انه كان عندي ضغط تسليم وتجهيز فساتين عرايس، لانه تعرفوا موسم بعد العيد موسم اعراس. ايوه كل هذا في الفترة الاولى. وكمان كان عندي ضغط اعلانات. ولا تنسوا تقولوا لنا ايش رايكم بكشختنا للعيد. طبعا يوسف اليوم بالزي اليمني، ثوب يمني وشال وحركات وبركات. هذا الشال طبعا زي ما انتم قلتوا من الساق. ايوه انتم في العيد الاول طلبتوا قلتوا نشيل بس لبس يمني. هذا الشال فيها خط بني كمان. وانا هذا العيد اخذت عبايه، هذه العبايه مع الطرحه. وكمان البخور يا جماعه، البخور والعبايه وثوب يوسف والشال من محل عرفات ستايل هنا في مصر، محل يمني. هذا حسابهم هنا في الفيديو. يعني المفروض يا يوسف انك تجيب لي يا جماعه عسب يعني عواده. المفروض انا اجيب له ولا هو يجيب لي؟ انتوا ايش رايكم؟ انت ايش رايكم؟ انا من رايي انت اللي تجيبي لي. اكتبوا بالتعليقات. خلاص يحكم المتابعين. اذا قالوا المتابعين انت تجيب لي يعني انت تجيب لي، واذا قالوا المتابعين انا اجيب لك انا بجيب لك. فنشوف تعليقات الاغلبيه. بصراحه يوسف بعد الفيديو جيت وجايب لي هذه، عسبني والله، يعني جاب لي عواده. الله يفتح عليه.